الله تعالى مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قل ما عندك. واليوم معنا لقاء سبيسيال وزير الشباب والرياضة. أهلا وسهلا بك. السلام عليكم، وكنشكر الطاقم التقني والطاقم الطبي اللي قاس على هذا البرنامج هذا وعلى حسن الضيافه ديالكم، كنشدد على اللي داروا هذا البرنامج هذا باش يعزموني دائما على هذا البرنامج، حيت انا عزيز على برامج اللي تيكون فيها سميتو معلومات والتواصل مع المشاهدين ومع المغاربه بشكل عام. تواصل مع الجمهور. نعم مزيان. إذا وزير الشباب والرياضة، أول سؤال، سمعنا بأن واحد المباراة تقام بين المنتخب المغربي و ليون ميسي. كيفاش؟ شفتها كيفاش؟ هاد المباراة ان شاء الله ماشي مع ميسي، غتقام ان شاء الله المباراة مع ارجنتين، نادي الارجنتين مع المنتخب الوطني. ان شاء الله في سميتو ليون ميسي. لا، مع المنتخب الارجنتيني. ليون ميسي وبدلنا صافي البرنامج اصاحبي، راه صافي واخا. خدوش هاد البرنامج هذا. تفضل السي سميتو. المباراة هادي قمنا بها اننا نعزمو ونعززو بشكل اخر الطاقه ديال المنتخب الوطني باش يكون عنده واحد الانرجي باش يسيطر على المقابله، باش ان شاء الله نفوزوا بكاس العالم. نعم. نصف ديال النهائي. شوفوك الربع. لا شوفوك مزيان باش نشاهدوا المقابله ونتبعوا المقابلات ديال اللي غتجرى ان شاء الله في كاس العالم. كما تنتمنى انها تكون توجيهات مزيان باش ان شاء الله يكون عندنا الشوفان بزاف، حيت ان شاء الله حنا راه مولفين نشوفوا ونتفرجوا ضروري ان شاء الله، وغنقولوا هادشي ان شاء الله على قناه الدوزيام. وقول لي مرات القضيه 1 مليار، ما مليار تسمى فين مليار؟ وشوف انت كيفاش؟ مليار مالو؟ ومليار ارا فينو تشوف انت فين هذا المليار هذا؟ ميسي ومليار كي شرحنا هذه القضيه. كما نعلموا ان الارجنتين عندما احتلتها اليونان في سنه 1997 ونض هتلر في سنه 1549 وقام باحتلال فرنسا والجزائر والمانيا، هنا فين دخلت الازمه الفرنسيه والتجليات ديال المظاهر في هذا المجال هذا كانت قويه بالنسبه للارجنتين. لهذا ان شاء الله حنا غادي نقوموا بهذه المباراه باش نعزوا الذكرى ديال 1996 و 1956 والفترات ان شاء الله الاجيال القادمه باش نركزوا على واحد الخلاصه مفادها ان ميسي خصو ياخذ هذا المليار. تبارك الله عليكم، زعما عارفين اش تديروا. نعم قرينا هادشي باش الدراسات باش نشوفوا كيفاش نديروا على هاد الاحداث. وانا كنت زعما شاك فيكم مسؤولين، كي تبارك الله عليكم زعما عارفين اش تديروا. قرايه داكشي موهبه من عند الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. نعم. واش كتفرع علينا السي ولا؟ علاش؟ تشرح لنا سيدي، اشرح لنا حتى منين بتجيبوا هذا المليار بعدا. نشرحوا هذا المليار؟ اشرح لنا سيدي. اوكي نعرفك، تفير الكاميرا بعدا، تفير الكاميرا. علاش غتفي الكاميرا؟ اصاحبي هذا سؤال حساس، خصو لا الجمهور اللي ما عندوش 50 سنه ما خصوش. الجمهور سؤال كبير عليه اصاحبي. سؤال كبير عليه. لا يلائم الجمهور الاقل من 50 سنه. كيف عاود الكاميرا تفي الكاميرا تفي الكاميرا. واش انت كتفلع هي ولا ما؟ تفي الكاميرا صافي. واش اصاحبي واش ملي غنجيب هذا المليار؟ ملي غنجيبو؟ من الدوري كتخلص انت بالقوه الاقتصاديه بالقوه الملكيه، ملي غنجيبو؟ ما عرفتي منين نجيبو؟ وزاد الاسئله عافاك اللي تسولني اسئله عود تقول لي عافاك الله يهديك. عاود البرنامج. شعلوا الكاميرا اخر مره. اش نقول؟ وعدنا لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل هذا. العصير مسوس. وذاك يقول لي عادي يجي يخلى يدير لها ميسا ويمشي يخلى. غد لا ان شاء الله ميسا ان شاء الله ويدخلوا السرور والبهجه على قلوب المغاربه بشكل عام ان شاء الله. لا ميسا ان شاء الله باش حنا باش نتواصلوا مع الارجنتين بواحد العلاقه اللي نجيو. وكنتمناو ان هاد ميسا تكون ناجحه. نعم ميسا ناجحه. نعم ميسا تكون ان شاء الله ناجحه كما درنا ميسا في موازين، يعني جا مغنيين واجانب
داروا لنا واحد مثاليه جميله جدا ساهمت بشكل كبير في تطور وتقدم السلطات المعنيه سميتو باش ديال هذا المجال تاع ذاك الشيء سميتو قامت بواحد التطور ودار سميتو ان شاء الله حتى ميسي غادي يدير نفس الشيء ان شاء الله غادي يقدم لنا واحد النكهه واحد لو سونتيمون نيغاتيف دو دو لا باسي سامبل اي لو بريزون دو لا موديسيتي. وي هذاك وقفز الطولي اش من قفز الطولي اصبر هذا قفز الطولي واش هذوك جاب الحوايج ديال قفز الطولي مشى انا بحالي اخويا نبقى نتخيل قفز الطولي ونتخيل التنس ونتخيل المضرب الله يعاونك هاك من برنامج هاداش. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أودي خلي على اللعابة ما كيتخلصوا المدرب ما كيتخلصوا وعاطين لواحد مليار اللهم إن هذا منكر. شكر رجعت السي الوزير. هذاك نسالي في البرنامج التالي ان شاء الله. يبغي جي درنا على الزيمباز. انا نهضر لكم ان شاء الله الجيمباز نهضر لكم حتى على التنس. عيجبكم ما يتكل. يلا الله يعاون. واسي الله سميتو. تبسي. تبسي لو كان. حتى الخويا يجيبوا لي. واخا زيزي. إذا مشاهدينا الكرام كما شاهدتم هذه كانت تصريحات من وزير الشباب والرياضة. نلقاكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم قل ما عندك.